Was there ever a moment you thought it might not happen? No, because lions they don't recover like humans. We're doing lions again, yeah? انا عن نفسي موافق على اللي اتقال ده 100%، ولو انت عرفت قصه ابراهيموفيتش هتوافق برضه زيي. القصه بتقول ان ابره اتصاب اصابتين صعبين جدا في مسيرته. الاصابه الاولى كانت في 2017، اتعرض ساعتها لقطع في الرباط الصليبي الامامي والخلفي. اصابه صعبه جدا ومن اخطر الاصابات اللي ممكن تهدد حركه الناس عموما، مش بس مستقبل الرياضيين، لكنه بيتعالج وبيرجع للرياضه بعد اقل من 7 شهور. اعجاز بالنسبه لحجم الاصابه، بالذات ان كان سنه ساعه الاصابه 35 سنه، لدرجه ان الدكتور بتاعه اللي عمل له العمليه قال انا عالجت اكتر من 60 رياضي وعمري ما شفت قوه بالشكل ده، وان اللي شافه مستحيل من الناحيه الطبيه، وان ركبه زلاتان اللي عنده 35 سنه كانها ركبه مراهق عنده 16 سنه. الموضوع بالنسبه له كان خيالي، لدرجه ان هو طلب من اللاعب ان هو يعمل ابحاث على حالته بعد يعني ما يخلص لعب كوره. ولو فاكر ان ده كان استثناء في حياه ابراهيموفيتش، فالاصابه الثانيه هتثبت لك العكس. زلاتان بيفاجئ العالم كله باعلانه الشهير انه كان بيتمرن وبيلعب لمده 6 شهور وهو مصاب بالرباط الصليبي المره ثانيه في 2022. عارف كان عنده كام سنه وقتها؟ 40 سنه. لاعب اعجازي وقصه استثنائيه. في نقطه كمان تستحق الاعجاب جدا، انت اكيد شفت رياضيين كتير بعد العمليات بيتحركوا ودايما بيبقى في ايديهم عكاز، العادي يعني. لكن تعالى نتفرج على فيديو غريب سريعا كده. زي ما في حاجه اسمها وقايه من الاصابه، في حاجه اسمها الاستعداد للاصابه. جسم الانسان لو تم تاهيله صح، تمرينه صح، تغذيته بشكل سليم، واكسابه مرونه وفتنس مناسبين، كل ده بيفرق معاه وقت الاصابه. والنقطه دي ابراهيموفيتش عملها بشكل ممتاز، وبسبب ده كانت عوده زلاتان الاسطوريه. لكن خلي بالك، ده مش معناه انك تهمل اذا اتصبت وتتحامل على نفسك. طبيبك هيكون معاك في الوقت ده عشان مصلحتك. احساسك بحالتك مهم جدا، لكن باقي التفاصيل زي مثلا حجم الاصابه، سنك، ووقت الاصابه بيساعد الطبيب يختار معاك افضل قرار مناسب ليك. وده مش معناه ان هو يفرض عليك عمليه مثلا. عايز اقول لك ان انت ممكن تبقى حابب تعمل عمليات، لكن الطبيب ينصحك انها ملهاش لازمه. زي مثلا لو قطع جزئي في الرباط الصليبي وبصيت في تاريخ الحاله اللي قدامي لقيت سن كبير ومجهود مطلوب قليل، وقتها ممكن نكتفي ببرنامج تاهيل مناسب ومتفصل على الحاله. الخلاصه، خليك اسد بالاستعداد للاصابه، وخلي الدكتور يفكر معاك ايه احسن علاج ليك عشان تستمر في رياضتك وفي كاريرك. ودمتم دايما في حركه وصحه.